بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للكابتن خالد سلمان، شكرا للكابتن وسام رزق. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان اينما كنتم، تحية طيبة نأتيكم هنا من استاد احمد بن علي بنادي الريان في ام الافاعي في افتتاح الجولة السابعة من دوري نجوم اكسبو، في قمة هذه الجولة، في متعة هذه الجولة، في المباراة الأكبر، في مباراة صدارة بطولة الدوري، في مباراة مهمة للغاية على مستوى الصدارة، لقاء الجيران أو الجارين إن صح التعبير ما بين الريان وما بين الغرافة. بلا شك شارع واحد، لقاء كبير مهم للغاية، على اعتبار أنه الريان الذي يتصدر بطولة الدوري ب15 من خلال هذا اللقاء يبدأ الشو الآن. بدري تمريرة من هذا يوهان، حاول وصل اليوم مينديز بجوار عبد العزيز حاتم أشرف في مباراة كانت جميلة للغاية. هذا ياسين ينقل الكرة في الجهة اليسرى، همام بالسرعة دائما موجود، الكرة العرضية التي مرت من يوهان بولي. رودريجو انظر، ركنية وهوبا من أمام يوهان بولي، من أمام يوهان بولي، خطفها رودريجو وضعها رودريجو. المراقبة تركه سانو ولم ينتبه له بولي، الخطأ كان من سانو. للمتعة بقية. هنا ياسين يمرر إلى فريد بولاية ناحية همام، بالفعل وصل الريان فيما سبق كان دام يسجل. كرة تلعب الآن على القائم الأول راسيتي وهو والغرافة كان في وسط الترتيب، لا حول له. هنا لدينا كرة الآن تلعب لمصلحة همام والكرات الخطيرة، ولذلك تستفتح في الجبهات اليسرى الموجودة في الدوري. هنا لدينا همام في الجهة اليسرى، عرضية يا سلام على الكرة لكنها مرت من أحدى من هالي. انظر إلى رودريجو، يا مخ يا مخ يا مخ. شرقي بذكريات الأيام الجميلة مع الزمالك، شرقي وحده، لكن في الثانية ثناها ابن سلطان، ثناها ابن الريان وضحى ابن الريان. هذا علم العزة، هذا علم الكرامة، هذا علم فلسطين. 21 يوم والعالم يراقب ويشاهد، 21 يوم ونحن صامتون، 21 يوم وكل يوم يرتقون، 21 يوم يريدون حرية، كانوا يبحثون عن كرامة. 21 يوم يقطعون كل شيء لكن لا يستطيعون يقطعوا اتصال السماء. إنها فلسطين، إنها غزة، عذرا غزة، نأسر في أنفسنا. شدوا بعضكم يا هل فلسطين، ما ودعتكم. والله أهداف الغزيرة التي تسكن شباكه، هدف حاضرة وفيها ما فيه. هذا يوهان بولي الآن، الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، شكل ستايلي ألف تشوفني تقول واو، لكن لا، ما أبي واحد في النص يكون ذلك. ترى الأمور بهذا الشكل. هذه الكرة الآن واحدة وصلت عن طريق ياسين مع همام، ياسين مع همام عرضية صدت في بدل للمنتخب. هذه الكرة الآن ياسين إبراهيمي، ياسين الغير متوقع يسمونه في أوروبا، أطلق عليه من صحفيين هذا المصطلح، اللاعب الغير متوقع من كل طريق. ياسين عنده الكرة، ياسين يوهان بولي، كرة للجانحي، منطقة واثنين على القوس وواحد بس ورا. هذا ما يفعل الجرتيم. هنا بولاية، واحدة من مسافة بعيدة من فريد
لكن الكرة يا يوهون، ما الذي حدث الآن؟ ركلة جزاء لي، وما بين حب آت، ما بين عشق أولي وما بين حب آت. هل يسجل الغرافة؟ ياسين يفعلها، ياسين إلى 10 الأهداف يصل إبراهيمي ويسجل أول أهدافه بقميص الفؤاد في مرمى الريان، في مرمى الريان. نعم، لدينا الهدف الذي يأتي الآن وضعها في الزاوية اليسرى بباطن القدم، راح معاها فاجون الساكن، بعيدة صعبة سريعة، ركنها ركنة ولا ركنة في موقف سيارات. بالفعل 2-1، تشتعل القمة مرة أخرى. ياسين لمصلحة ياسين، تلعب الكرة الخطيرة الآن عالية، وفاجونس في الإبعاد. عبد الله عنده الكرة، أصبح سانو، وهنا لدينا مطالبة برمية جانبية في المكان السليم من سلمان فلاحي. هنا ركلة جزاء، هنا 4 أو 5 بطاقات صفراء، لأن الآن شوقو أخذ له بطاقة. الغرافة يا بحث رأسية فرجاني لا زالت. كرة خطيرة وبعدت يده في اللحظة الأخيرة. هنا لدينا عرضية، جانحي مرت، بولاية بولاية بولاية، بولي 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 بولي. نعم، هي تبن للبداية، وبولي يسجل في مرمى فريق السابق بولي. وكان هناك لدينا لاعب واقع في أرضية الميدان. هدف يأتي بعد محاولات غريبة عجيبة غريبة مريبة، لكن هل يتدخل مشاري الشمري؟ هل يتدخل الVAR الفار؟ وهذا بولي سجل بطريقة غريبة رابع أهدافه في بطولة الدوري. الغرافة يعود، لكن سنرى الاستئناف. من الزميل إذا من الزميل الهدف سليم، إذا من الزميل الهدف سليم، لأنه اللي داس على المنهالي عبد العزيز حاتم. راح ياسين، راح ياسين، ياسين 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 ياسين. إذا خلوه، إذا عطوه، إذا سووا له مساحة، خذ جول ياسين ياسين، فرجاني ياسين، فرجاني ياسين. أنا ما أقول اسماء، أنا أقول جملة، أنا أقول جملة. نعم، هي جملة، هي جملة كبيرة. ياسين 11، يعني 11 جول. نعم، ريال، والله ريال 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 ريال، جماهير ريال. هنا لا أقول جملة، لا أقول أسماء، أقول جملة. فرجاني، فرجاني ياسين، معناها انه رواني ياسين، خلاني اشوف ياسين، خلاني اناظر ياسين. انا ما اقول اسمه. محاولة ياسين، لا زال يقاتل، اخذها ياسين، اخذها ياسين، اخذها ياسين، راح ياسين، سراج ياسين، ياسين بالفعل عادت له، راح عدى ومر، لكن مينديز خطأ على ياسين، خطأ على ياسين. القرار من سلمان فلاحي، القرار من سلمان فلاحي، خطأ على ياسين بعد تدخل مع مينديز. وهنا لدينا خطيرة الغرافة، خطيرة الغرافة، بولاية بولاية بولاية، الله!
وصلت خليفة، شاف فريد بيده ويا مطولها، وصلت إلى بولاية. أي قرار، أي جرأة، فهد يا يونس، فهد يا يونس، أوبا كيف تصدى. طارت عقل، طارت غتر، طارت قحافي، لكن جيب لي النقاط الثانية. مرحبا بكم متابعينا الكرام. بعد مشاهدة الفيديو، وإذا كنت لأول مرة تشاهد قناتنا لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد. كما عودناكم متابعينا بتغطية كل الدوريات العالمية الكبرى، واليوم كان الدور على دوري نجوم قطر، حيث شهدت الجولة مباراة قوية جمعت نادي الغرافة ضد نادي الريان، وحملت المباراة في طياتها ندية كبيرة بين الفريقين، ليفتتح نادي الريان التسجيل عن طريق هجمة منظمة ترجمها المهاجم رودريغو في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 20 عزز الريان تقدمه بهدف ثاني حمل اسم لاعبه أشرف بن شرقي. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول قلص نادي الغرافة عن طريق لاعبه ياسين إبراهيمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 50 أدرك فريق الغرافة التعادل عن طريق لاعبه يوهان بولي، ويعود إبراهيمي ليضع فريقه في المقدمة بهدف ثالث في الدقيقة 61. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة وبعد تراجع فريق الغرافة، أدرك فريق الريان التعادل في الدقيقة 87 عن طريق المهاجم رودريغو، وما هي إلا ثواني قليلة من نهاية المباراة حتى سجل الغرافة هدف الفوز عن طريق اللاعب الجزائري فريد بولاية. وبعدها أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الغرافة بنتيجة 4-3، وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني، أما الريان فتجمد رصيده عند النقطة 15 وتراجع إلى المركز الثالث. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.